انت حضرتك النهارده طالب ثانويه عامه، عندك امتحان بعد شهر وشويه، تقول لي تفتكر؟ لا، ما فيش حاجه اسمها انا ما افتكرش، ولا انا افتكر ولا حد يفتكر. اعمل ايه؟ اقصى حاجه ينفع تعملها. طب ما هو اصلي انا قبل كده قصرت ومش عارف انا كده هتساوى مع اللي ذاكر في شهر 10 ولا انا كده مش. ثانيه بس ثانيه، انت بتدخلنا في السيناريوهات ليه؟ يعني ايه تتساوى مع اللي ذاكر في شهر 10؟ واحنا مالنا تتساوى وانت ليه بتدخل نفسك في مقارنات اصلا مع اللي ذاكر في شهر 10؟ ليه؟ انت مش مطلوب منك تتساوى بحد اصلا. انت ولا مطلوب منك تبقى زي بتاع اللي ذاكر في شهر 10، ولا مطلوب منك تبقى تذاكر اللي زي ذاكر في شهر 4، ولا مطلوب منك تبقى زي اللي ذاكر في شهر 11 او 12 او 1. انت مش مطلوب منك تبقى نسخه مقربنه من حد، الا كنا صنعنا هذه النسخه وقلنا لك بص الشخصيه دي خدها قدوه في حياتك اللي هو صاحبك ده، وافضل اعمل زي ما اول ما يكح كح، ولما يعطس اعطس، ولما يذاكر ذاكر، ولما يبطل بطل، ولما ينام نام. ماشي، فنعمل ايه؟ نصنع نسخه مكرره من شخص موجود في هذه الحياه عشان لما يموت يبقى معانا نسخه منه. احنا مش مطلوب من حضرتك تعيش نسخه مكرره، انت مطلوب من حضرتك تبقى انسان لا تقارن نفسك باحد. مش عشان الاحد ده وحش ولا انت احسن منه، ولا هو ما بيفهمش ولا انت بتفهم، ولا بيفهم وانت ما بتفهمش، لا خالص. عشان انا مش مطالب اخش في مقارنات. ده انت صدعتنا قديما ان هم كل شويه في البيت يعملوا لك مقارنات ويقول لك شوف الواد، شوف ابن خالتك، شوف ابن عمتك، شوف اخوك، شوف هم صغيرين، اخوك ده قبل كده لما كان في ثانويه عامه، اختك دي لما كانت في ثانويه عامه، ده ما كانوش بيعملوا، ده ابن خالتك ده، وانت بص ده اتصل بيا النهارده والدك، هو بيقول يعني ده انا ابن صاحبي بيقول ان ابنه ما بيقومش مع الكتاب، ده ما شاء الله ده السنه اللي فاتت جاب انت بتزعل من المقارنات. تقوم انت لما تزعل من المقارنات تدخل نفسك جوه مقارنات. انا مش مطلوب من حضرتك تعمل مقارنات. ما تجيش تقول لي اصل انا لو دلوقتي اشتغلت تساوي بمين؟ هتتساوى بنسختك قبل ما تشتغلش؟ لا طبعا مش تتساوى، تبقى احسن. ده اللي مطلوب منك. انت النهارده لو ذاكرت وعملت اللي عليك، ايا كان انت فين وانا موقعي فين النهارده، ايا كان، اللي انا اعرفه في الحياه ان اللي بيطوف في الصحراء حتى لو مات على مشارف الطريق اشرف له من اللي يموت جوه الصحراء. هتقول لي ما الاتنين واحد؟ لا مش الاتنين واحد، الاتنين مش واحد، الاتنين مش واحد. ليه؟ الاولاني متخاذل، التاني لا. الاولاني ممكن يدخل في سبيل الانتحار. ليه؟ ما قررش يدور على سبيل. ممكن والممكن ما بحكمش عليه على حسب نيته، دي حاجه بينه وبين ربنا. ممكن يكون ما دورش على سبيل ايه اللي هي في ايه، يلا انا قاعد هنا لحد ما اموت. لا، انت مطلوب منك ان انت ما تموتش، مطلوب منك ان انت تسعى وتبحث عن طريق للنجاه. ماذا لو مت وانت بتبحث؟ خلاص يبقى انت كده مش منتحر، ده قضاء ربنا بقى. خلاص تمام، اتفقنا. طيب جميل. الجهل برحمة ربنا سبحانه وتعالى هو سبب مصايب الإنسان كلها. شوف احنا بنسمع في صلاة الفجر قول الله سبحانه وتعالى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. هو الإنسان لازم يبقى الجهل بعزة الله. والمثلات يعني ايه؟ يعني عقوبات الله. طب وجت بكلمة المثلات ليه؟ لأن العقوبة تكون من مثل الذنب. مثل الذنب، في مثلية هنا، في تماثل بين العقوبة وبين الذنب. كأن العبد لما بيعصي ربنا هو اللي بيحكم على نفسه. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، مستني المصايب. هو مش قادر يتخيل ان ربنا يجيب له حاجة حلوة والعياذ بالله. مش قادر يقيم علاقة بالله تخليه مستني الخير الرهيب من ربنا. وقد خلق. لازم انت تبقى مستني الحسنة، لازم انت تبقى مستني الخير، لازم انت تبقى مستني الفضل. احد السلف وهو بيموت فبيضحك، يعني عند الموت يعني ما دام مزاجك حلو كده قول لنا بقى وايه اللي مضحكك؟ فقال وما لي لا اضحك وانا ذاهب الى الذي لم ارى الخير الا من بين يديه. وانا ده انا رايح للي عمل معاه الحلو كله. ده انا رايح للي ما شفتش منه غير الحلو كله. الانسان لما بيبقى بينه وبين ربنا عمار بيبقى فرحان باي خطوه هيقرب بها من ربنا، لانه عارف حفاوه ربنا وكرم ربنا ولطف ربنا وود ربنا سبحانه وتعالى.